السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بصحة ونعمة وفي احسن حال يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض اللي هي الزبدة النيوزيلندي او الزبدة عامة. انا جبت زبدة نيوزيلندي. كميتها حوالي 139 جرام. عملتها وشوفوا عطتنا كام قد ايه، الله اكبر. كمية حلوة جدا جدا. بصوا اهي انا بورين لكم ان هي عاملة قد ايه جرامات. انا جبتها ورحت جايبه دوره الخلاط. تمام، وحطيت فيه كوبايتين لبن. اللبن ده انا كنت مدفياه وعدت عليه عصرة ليمون او ليمونة بحالها تقريبا يعني. فبصوا حتى كان بدأ ان هو يقطع يعني او يروب. فانا حطيت عليه وحطاه دافي. حطه كوبايتين من اللبن اللي هو ايه بتاع اللبان. تمام كده. وهضربه في الخلاط علشان يتجانس كويس جدا مع بعضه. فضلت اضرب فيه شوية حوالي يعني دقيقة كده. اضرب فيه علشان كله مع بعضه لانه كان بدأ يتكتل من الليمونة دي، بدأ يتكتل. انا بس حتة الليمونة دي انا يعني هي ما تصورتش. بس تمام مش مشكلة، احنا نقولها يعني. اهو شايفين في قطع من اللبن متكتلة. تمام. بعد ما ضربته كويس جدا وتجانس مع بعضه، سيحت الزبدة اللي انا وريتها لكم دي. عملت كوبايتين. فانا حطيتهم اهو، سيحتها اهو. ورحت حطاها على اللبن. حطيت الكوبايتين اهو. بالظبط يعني هم تقريبا عطوا كوبايتين وحطينا كوبايتين يعني. هنبدأ نضرب فيهم في الخلاط مع بعض تاني. اهوت زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. عطت كم كبير جدا، اللهم بارك يعني، اللهم اكبر يعني، جميل جدا جدا. فضلت اضرب فيها كده يعني حوالي دقيقتين يعني، يتضربوا كويس جدا مع بعض عشان يتجانسوا مع بعض جدا جدا. خلاص. هبدأ بعد كده بعد ما اخلص الكم بتاع الضرب بتاعهم ده. هبدأ انزل بالزيت. انا نزلت بكوبايتين زيت. بس انا ما عملتوش بقى نظام ايه ان هو الخلاط يبقى شغال وانزل بيه سرسوب زي ما بنعمل في المايونيز، لا خالص يعني. انا عادي، انا فضيت الكوباية الاولانية وبعدين جيت رحت ضربته شوية وفضيت الكوباية التانية. بعد كده اهو بصوا ما شاء الله ولا قوة الا بالله يعني، ما اخدش وقت. دي كانت تاني مرة اهي بفضي فيها الكوباية التانية. يعني انا خليت بس اول واحدة وضربتها كويس جدا جدا وبعدين نزلت عليها بالتانية. بصوا يعني انا لسه ما كنتش ضربت التانية، وبصوا بدأ ازاي يتجانس مع بعضه ويبقى سميك جدا. شايفين اهوت يعني، يا ما شاء الله ولا قوة الا بالله يعني، ما خدتش وقت اهي شايفين انا بوريلكم المعلقة قد ايه ان هو متجانس مع بعض وتكتل كده وبقت زبدة. قعدت اضرب تاني عليها في الخلاط تاني كم كبير اهوت. بقى دي المرة دي سبته يتجانس جامد جدا مع بعض. شايفين اهو انا بوريلكم الخلاط يعني من فوق وكده الدورة. بصوا هي الحركة بتاعتها بقت ضعيفة لانها تقلت كويس جدا واتجانست مع بعض اهو. وبقت زبدة يعني، حتى طعمها لما تدوقها زبدة بنفس الطعم ونفس القوام وكل حاجة. اهو انا بوريلكم الخليط من جوه قد ايه هو ما شاء الله عليه تقيل اهوت. وبعد ما اخدت فترة حوالي يعني ضربتها حوالي 5 دقايق في الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. هي زبدة والله، والطعم زبدة والريحة زبدة وكل حاجة تمام. بس انا بقى ايه، انا ما حطيتلهاش ملح. ليه بقى؟ لان انا اولا انا بستخدمها كتير، ثانيا ان انا ممكن احطها في الحلويات ممكن. فعادي الملح ده في ايدينا. فانا ما حطيتلهاش بصراحه لان انا مش عامله كم كبير يعني ممكن تبوظ مني ولا حاجه. لا انا عامله كم مش كتير قوي، على اساس لما تخلص ممكن نعمل تاني يعني. فانا بعد حتى ما تجانست مع بعض فضلت اضرب فيها تاني علشان يعني ايه يختلط الخليط مع بعض. وجيت هنا رحت جايبه طبق وحطيت فيه اللي هو الستريتش اهو. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفين قد ايه هو سميك؟ شايفين اهو. اهو انا بوريلكوا قد ايه ده سميك. ولسه ولا حطيناه في التلاجة ولا فريزر ولا اي حاجة خالص. جيت اهوت حطيته في العلبة، حطيت فيها ستريتش ونزلت بالخليط اهو.
ما شاء الله عليه، يعني سميك جدا. انا على فكرة قبل ما اصور، يعني قبل ما اصور النهاية كنت اخده منه يعني، بصراحة احتجتها فاخدت منها. فبصوا ما شاء الله، يعني جميلة جدا 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 يعني. اهي بصوا ما شاء الله، وعطت كم اللهم بارك يعني. حلوة قوي والله، يعني هي بصوا، يعني مش هنقول احلى حاجة، بس هي تمام ماشية والله يعني. يعني مش هنقول ايه زي اللي بره، اكيد بره برضو بيحطوا له حاجات مصنعة وكده، بس ماشي الحال يعني. هي برضو انجزت معايا في حاجات كتير، اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا بصوا يعني مش عايزه اجري الحته ديت عشان ابين لكم قد ايه هي تقيله. ما شاء الله اللهم بارك يعني، تقيله جدا يعني اهو. يعني هي من كوبايتين بس زبده وكوبايتين لبن وكوبايتين زيت، فعملت لنا الكم الحلو ده، ونفس الطعم ونفس الريحه. والله انا دقتها لقيتها طعمها جميل جدا يعني. لان انا كمان حاطه لها لبن بلدي، يعني حاطه لها لبن بلدي، مش حاطه اللي هو المبستر. اهو هنا يعني بنحرك الطبق علشان لو في فقاعات ولا حاجه ايه، ما تبقاش فيها. انا كنت هغطيها وبعدين قلت كده هتتبهدل البتاع، فانا سبت الاسترتش وغطيتها احسن بالغطا بتاعها افضل. وانتي ممكن تحطيها في التلاجة طول النهار او يوم بحاله يعني بليله، او ممكن تحطيها في الفريزر 4 ساعات. بصوا انا هنا، بصوا والله انا استخدمتها من قبل ايه ما اصور، لاني كنت محتاجاها فانا استخدمتها يعني. اهوت هنا اهو، جينا حطيناها، طلعناها كده اهوت وحطيناها في طبق اهوت. ودلوقتي هوريكم قد ايه هي سهله في التقطيع. اهو زي ما انتم شايفين اهوت ما شاء الله، الاسترتش بيطلع بكل سهوله اهو. اهيت جميلة جدا جدا اهيت اهوت. هنحطها بقى في طبق ونقطعها عشان نوريها لكم اهو. جيت احط في الطبق هنا لقيته صغير، فهحطها في طبق تاني يعني اهو. حطها في طبق تاني، حطيتها في طبق تاني اللهم بارك. بصوا الكم، الله اكبر ما شاء الله، يعني عطتني والله كم حلو جدا. بصوا اللهم بارك، يعني كم حلو يعني. طبعا احنا مش هنسيبها بره، احنا هنخليها في التلاجة يعني. بس والله طعمها جميل وخطير واكيد هتعجبكم ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من اللايك والشير، يا احلى متابعين في الدنيا، متابعين مطبخ على قد ما اقسم مع امل. والله طريقتها حلوة وظريفة، وفي وسط يعني ايه الاسعار الغالية ديت، فهي برضو يعني بتسند يعني، مش وحشة. تمام، يعني احنا برضو بنستخدم الحلويات، بنستخدم المخبوزات بنعملها، فهي ماشية معانا برضو حلوة مش وحشة. اهو بصوا اهي انا ببينها لكم اهي. بصوا جميلة وماسكة نفسها وحلوة قوي، وكلها حاجات طبيعية، احنا ما حطيناش ولا مواد حافظة ولا اي حاجة خالص. احنا يا دوب حطينا ليمونة، هي القصة كلها ليمونة. فيعني كل الحاجات اللي احنا استخدمناها حاجات طبيعية 100%، واحنا بنستخدمها في بيتنا. اهي بص قد ايه جميلة وظريفة وحلوة. يا ريت اذا عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من اللايك والشير. يا احلى متابعين في الدنيا، متابعين مطبخ على قد ما قسم مع امل. تمام يا حبايبي، اعملوها وقولوا لي انتوا يعني جربتوها ولا لا، وقولوا لي في التعليقات. باي باي.